أسهل الفيزات اللي يقدر الجزائري يتحصل عليهم في الوقت الحالي. وكملاحظة خاوتي غادي نذكر الفيزات العادية اللي تجي مطبوعة في الباسبور، الفيزا اللي تجي مطبوعة في الباسبور، ماشي الفيزا الإلكترونية اللي تجي ورقة، باش ما نلقاش من بعد واحد في تعليق يقول لي علاش ما ذكرش دولة قطر ولا أذربيجان ولا أي دولة أخرى عندها فيزا إلكترونية بالنسبة للجزائريين. قبل ما نبداو اعطونا لايك لهذا الفيديو واشتركوا معنا في القناة إذا أول مرة تشوفوا فيديوهاتي ليصلكم كل ما هو جديد حول السفر والهجرة وكل الأمور المتعلقة بالفيزا. دعم وليد بلادك مواطن. نبداو بفيزا تركيا واللي تعتبر من أسهل الفيزات بالنسبة للجزائريين. يكون عندك الملف تاعك كامل وريقلو، خطيونا من تدري حتى الدواسة تدي الفيزا إن شاء الله. ثانيا عندنا الفيزا تاع دولة روسيا. بزاف ناس حاسبين باللي الفيزا تاع دولة روسيا هي فيزا صعيبة، وهي بالعكس تعتبر فيزا سهلة بالنسبة لنا كجزائريين. العيب تاعها هو انها تستقام لك غالية، باسكو لازمك انفيتاسيون. في فيزا تركيا مثلا ما خاصكش انفيتاسيون، تبغي تزيدها زيادة برك هذا ما كان، بصح في الروس لازمك انفيتاسيون. لكن على العموم هي تعتبر فيزا سهلة بالنسبة للجزائريين. احترم برك اجراءات الملف، وجد الملف كامل وتدي الفيزا ان شاء الله. ثالثا عندنا الفيزا تاع دولة الصين واللي تعتبر اسهل وارخص من فيزا تركيا وفيزا روسيا، ما فيهاش كاع تصدع الراس. الشينوي يقول لك جيب لي الملف الفلاني وبصحتك الفيزا، ما تعيه ما يعيك. رابعا عندنا الفيزا تاع دولة الهند. كاين بزاف ناس تحقر دولة الهند، يقول لك واش نروح ندير في الهند، وهي صح بصفتك انسان خاطي كاع جد السياحة، خمامك في بلاصته. بصح ما تنساش خويا العزيز بلي الهند هي من اكبر دول العالم من ناحية استقطاب السياح، هي بلد سياحي بدرجة اولى. وبالنسبة للفيزا تاعها خاوتي هي تعتبر فيزا سهلة ما فيهاش كاع تصدع الراس، ولحد الان راهي هي السهلة في هذه القائمة. خامسا عندنا فيزا دولة اندونيسيا. باش تروح اندونيسيا ماشي شرط تكون عندك فيزا مطبوعة في الباسبور، تقدر دير فيزا الكترونية وتروح، لكن من المستحسن تعمر باسبورك، مراك خاسر والو. كاين بزاف ناس ما يفرقوش ما بين ماليزيا وما بين اندونيسيا. ماليزيا هي بدون فيزا للجزائريين، لكن اندونيسيا حاليا لازمك فيزا. سادسا عندنا فيزا دولة اليابان، وهذا الفيزا بالتحديد خاوتي بزاف ناس حاسبينها فيزا صعيبة، البعض يقول عليها انها فيزا مستحيلة، وهذه الهضرة ما كانش منها، لا اساس لها من الصحة. الفيزا تاع اليابان خاوتي تعتبر فيزا سهلة بالنسبة للجزائريين، فيها حاجة مليحة ما تضركش في الجيب. ونزيدكم حاجة، هي الفيزا رخيصة في هذه القائمة من ناحية رسوم الفيزا. على بالك شحال دايره الفيزا تاعها؟ 300,000 وكاجي، وما تخلصش هذا المبلغ حتى يقولوا لك بلي تحصلت على الفيزا. على كل حال اللي عينيهم مجبودين يجوا ناس ملاح. سابعا عندنا فيزا تاع دولة عربية واللي هي ام الدنيا، دولة مصر. باش تدخل مصر ماشي شرط تكون عندك فيزا مطبوعة في الباسبور، كاين طرق اخرى اسهل. انا برك زدتها في هذه القائمة باش نعمروا بها الباسبور هذا مكان. في المركز الثامن والفيزا الأخيرة معنا في هذه القائمة هي تاع الولايات المتحدة الأمريكية، الفيزا تاع أمريكان خالي. علاش درتها في هذه القائمة؟ تبع معايا، راك عاقل على الدول اللي ذكرتهم، وكاين دول أخرى ما ذكرتهمش في هذه القائمة. كل ما كان عندك خرجات في الباسبور تاعك، كل ما كنت خارج مسافر من قبل، راح تكون عندك حظوظ في حصولك على فيزا أمريكا، وهذا ماشي مقياس. كاين بزاف ناس تحصلوا على فيزا امريكا من اول طلب وعمرهم ما خرجوا من البلاد، لكن الاغلبيه كانت عندهم خرجات في الباسبور. ان شاء الله تكون لحقت المعلومه. اي واحد فيكم خاصه فيزا تاع دوله من بين هذه الدول اللي ذكرتهم في هذه القائمه، ولا فيزا تاع دوله اخرى ما ذكرتهاش، مرحبا بكم في منصه مسافر. كل خدماتي موجوده في منصه مسافر. ادخل منصه مسافر واضرب طله، ما راك خاسر والو. كي تعجبك خدمه قدم طلب وأكد طلبك، ورح نتواصل معك في أقل من 24 ساعة لبدء الإجراءات، ولا تواصل معنا مباشرة في هذا الرقم. لكن من المستحسن خاوتي اللي تعجبه خدمة واللي يحتاج حاجة قدم طلب في المنصة باش حنا اللي نتواصلوا معك، باسكو الرقم عليه ضغط، قادر تعيطنا في الرقم وما تشدناش، باسكو كاين بزاف ناس يعيطوا في نفس الوقت. ما تنساوش تدعموا وليد بلادكم باعجاب لهذا الفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع الاصدقاء نتاوعكم، تخليش المعلومة تحبس عندك. السلام عليكم.